في سؤال دايما كده بيجي في بالي وبيطرح نفسه كتير في أوساط الخدمة. هل الأهم إننا نكون شكلنا محترفين قوي زي ما بنشوف في البيزنس والإعلام وكده؟ الشكل ولا الجوهر؟ بالظبط كده. هو ده محور الكلام اللي بيفتحه كتاب مهم قوي اسمه إخواتي إحنا مش محترفين. العنوان لوحده لفت للنظر فعلا. أيوة، والكتاب بيقدم رؤية بتخلينا نعيد ترتيب أولوياتنا في فهمنا للخدمة. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، واخدك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو. المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه؟ النهاردة بنغوص في أفكار من كتاب إخواتنا لسنا محترفين لجون بايبر. معنا أجزاء مختلفة من الكتاب، وهدفنا كده نفهم ليه الكاتب بيحذر من فكرة الاحترافية دي في الخدمة الدينية. بيدعو لتركيز أكتر على الجانب الروحي. الموضوع ده فيه كلام كتير، خلينا نفككه سوا. الكتاب بيبدأ بنقد خلينا نقول مباشر لفكرة إن الخادم الديني لازم يبقى محترف زي المديرين والإعلاميين. الكاتب شايف إن التركيز قوي على المهارات دي زي الإدارة أو الكلام المنمق ممكن يلهي عن الأساسيات، اللي هي إيه بقى؟ زي الصلاة، الشغف الحقيقي بالناس، السعي للقداسة الشخصية. هو مش ضد الكفاءة نفسها، بس بيقول مكانها مش هو الأساس. فعلا النقطة دي محورية جدا. هو بيركز على الصراع ده، إزاي ممكن نمارس حاجات زي الصلاة العميقة قوي أو التوبة بجد أو حتى الألم اليومي ده بمنطق الاحترافية. صعب طبعا. بالظبط. الكاتب بيشوف إن الأجندة الروحية دي ربنا اللي بيحطها، مش مقاييس النجاح المهنية أو العالمية. عشان كده بيوصل لفكرة إن الخادم لازم يكون له تأثير أعمق، بيسميه رائحة المسيح الذكية، وده أبعد بكتير من مجرد أداء مهني كويس. تمام. وده ياخدنا لنقطة تانية أساسية بتربط كل ده ببعض: مركزية مجد الله. المصادر بتوضح إن دافع ربنا ورا كل حاجة بيعملها، حتى الخلاص والنعمة، هو إعلان مجده هو وإظهاره. كأن الهدف الأسمى لكل شيء هو إن اسم ربنا يتمجد، وده المفروض يكون برضو دافعنا إحنا في أي خدمة بنعملها. والنقطة بقى اللي بتخلي الواحد يفكر هنا هي إن الكاتب بيأكد إن محبة ربنا اللي مجده دي مش أنانية منه. إزاي؟ لا بالعكس، هي دي أساس محبته لينا. لما ربنا بيسعى لمجده هو بيظهر كفايته الذاتية وقوته المطلقة اللي مش معتمد على أي حاجة تانية. فهمت. وده في حد ذاته ضمان لينا، إنه المصدر اللي بنستمد منه القوة والنعمة مش ممكن يخلص أو ينضب. سعيه المجد هو اللي بيخليه إله قدوس وعادل، وفي نفس الوقت مصدر رحمة ومحبة لا نهائي نقدر نعتمد عليه. فتمجيده هو أساس خلاصنا وفرحنا إحنا كمان. الربط ده جميل جدا بصراحة. والمصادر كمان بتدخل في أفكار تانية بتدور في نفس الدايرة دي، زي مثلا التأكيد الشديد على عقيدة التبرير بالإيمان وحده. بتاعت مارتن لوثر. أيوة، إن الواحد بيتصالح مع ربنا مش عشان أعماله كويسة، لا، بالإيمان وبس. الكاتب بيحكي عن تجربة لوثر الشخصية مع الفكرة دي وإزاي غيرت حياته كلها. ومن النقطة دي بتطلع فكرة تانية لافتة قوي، وهي إن الله هو البشارة نفسها. إيه دي؟ أعظم حاجة في الإنجيل مش بس الغفران أو الحياة الأبدية، لا دي حاجات عظيمة طبعا، بس الأعظم هو ربنا نفسه، العلاقة معاه، التمتع بيه. وده بقى بيوصلنا لنقطة تحذيرية مهمة بيسميها الكاتب البدائل المقدسة. بدائل مقدسة؟ تقصدي إيه بيه ده؟ هي الأنشطة، الأنشطة الدينية الكويسة في شكلها، زي تنظيم اجتماعات، إدارة برامج، حاجات خدمية، بس ممكن تاخد وقتنا ومجهودنا لدرجة إنها تلهينا عن الأساسيات اللي بتغذي روحنا فعلا. زي إيه الأساسيات دي؟ زي الصلاة الشخصية العميقة، قضاء وقت حقيقي مع كلمة ربنا والتأمل فيها. هو بيستشهد بموقف الرسل في سفر الأعمال لما كانوا هينشغلوا بتوزيع الأكل عن الصلاة وخدمة الكلمة، ففوضوا الموضوع ده عشان يركزوا على الأهم روحيا. ده بيوصلنا لنقطة تانية بيشدد عليها فعلا، إننا لازم نكافح عشان نلاقي وقت للقراءة الروحية الجادة والتأمل. وبيشجع بالذات على قراية كتب القدماء زي البيوريتانيين. بيقول إن عمقهم ده بيساعدنا نواجه السطحية اللي حوالينا. بالظبط. قراية الكتب العميقة دي بتغذي الروح وتعمق الفهم،
مش مجرد معلومات وخلاص. وده ليه علاقة كمان بطريقة تعاملنا مع النصوص الكتابية الصعبة أو اللي مش مفهومة قوي. ده محتاج إحساس بالاعتماد الكامل على ربنا في الفهم، وصلاة بإلحاح عشان يرشدنا، والتفكير جاد ومستمر، ورغبة دايمة في التعلم. المصادر بتدخل فيه تطبيقات عملية جدا، زي مثلا نتعامل إزاي مع الكوارث والمصايب العامة زي حوادث العنف أو الكوارث الطبيعية. دي نقطة حساسة جدا. الكاتب بيركز على ضرورة الاعتراف بسيادة ربنا الكاملة حتى في وسط الألم ده، وإن الشر مش خارج عن سيطرته، وبيأكد إن الاستجابة الروحية الصح لازم يكون فيها رجوع للصليب والتوبة. وبيطبق نفس المبادئ دي على قضايا معاصرة بتقابلنا في المجتمع والكنيسة، زي مثلا العنصرية. بيأكد إن التنوع العرقي والوحدة بين الأعراق في الكنيسة ده مش مجرد هدف اجتماعي، لا، ده هدف إلهي أساسي، المسيح دفع ثمنه بدمه. يعني السعي ليه طاعة لربنا. بالظبط. ونفس الكلام بيظهر في قضية الإجهاض. التركيز مش بس على الحجج القانونية أو السياسية، لكن على الحقيقة اللاهوتية الأعمق، وإن ربنا هو اللي بيصنع الإنسان في الرحم. وحتى في موضوع العبادة نفسه بيميز بين جوهر العبادة الحقيقي اللي هو إيه؟ اللي هو الاستمتاع بربنا نفسه، واعتبار المسيح هو الكنز والربح الأكبر في حياتنا. فكأن الفكرة المحورية اللي بتربط كل الخيوط دي هي دعوة قوية للرجوع لجوهر الحياة والخدمة الروحية، إن الفعالية الحقيقية مش في المهارات الإدارية أو مقاييس الاحترافية الدنيوية دي، لكن في عمق العلاقة الشخصية مع ربنا، وفي شغف حقيقي بالحق الإلهي، وتركيز دايم على مجد ربنا في كل حاجة. تمام. يعني الخلاصة اللي بنطلع بيها إن الدعوة لعدم الاحترافية دي مش دعوة للإهمال أو الفوضى، لا طبعاً، لكنها دعوة لترتيب الأولويات صح. العمق الروحي والعلاقة بربنا تيجي الأول، وبعدين المهارات تيجي عشان تخدم الهدف ده، مش تبقى هي الهدف. بالظبط كده. وده ممكن يخلينا نختم بسؤال نفكر فيه كلنا. لو طبقنا مفهوم عدم الاحترافية ده بالمعنى الروحي اللي بيقصده الكاتب على حياتنا وشغلنا عموما، مش بس الخدمة الدينية، يا ترى إزاي ده ممكن يتحدى أفكارنا العادية عن النجاح الحقيقي وعن الفاعلية المؤثرة فعلا؟ سؤال يستاهل التفكير.